بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أخواتي إخواني، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. محدثكم عبد الرزاق بن العربي، رئيس حزب العدالة والتنمية. اليوم باش نتناول مسألة طلبوا مني برشا خيان في الفيسبوك، طلبوا مني أني نعطي موقف حزب العدالة منها ونوضحها. هي قضية الدولة المدنية. باش نحاول نطرح مسألتين: هل أن الدولة المدنية نقيض للدولة الإسلامية، أو أن يمكن أن نأخذ الدولة المدنية ذي مرجعية إسلامية من ناحية، ومن ناحية ثانية باش نحاول نعطي النتائج المحتملة نتاع اقرار الدولة المدنية في الدستور الجديد لتونس. قبل هذا نحب نعطي تعريف صغير ولا شنو هو انماط الدول اللي عرفتهم الانسانية. معناها مفكرين في الاخر لقاو ثم 3 انواع كبيرة. اولا الدولة الدينية. الدولة الدينية هي ظهرت خاصة في العصور الوسطى، وتميزت أني ضد العلم وضد التقدم، وخاصة الخطورة متاعها معناها تتأتى من كونها أني تنطق باسم الإله، أن كل من يخالفها تعتبر كافر ومرتد، وبالتالي تستبيح قتله. الدولة العسكرية. الدولة العسكرية دي معروفة خاصة في الأنظمة الشمولية، خاصة الأنظمة الاشتراكية، وظهرت في فترات خاصة في القرون الأخيرة، خاصة القرن 18 والقرن 19 إلى غير ذلك، وكانت سبب في حروب وفي دمار. وسمتها أنه اللي يخالف العسكر أنه يقتل أو يسجن، وبالتالي معناها ما تختلفش اختلاف كبير على الدولة الدينية. هذا ديما من منظور المفكرين، مش موقفي أنا، مش منظوري أنا. الدولة المدنية هي يعتبرها أن هي الدولة البديلة عن الدولتين، الدولة الدينية والدولة العسكرية. والدولة المدنية يعتبرها أن توفر الحرية وتوفر المؤسسات اللي تضمن المساواة أمام القانون. ويعتقدوا المناظرين متاعها الأوائل أن المجموعة اللي تفوز بالأغلبية هي اللي تكون صاحبة مصدر التشريع. بالتالي مصدر التشريع معناها متروك للأغلبية. كان الأغلبية اشتراكية باش تكون دولة اشتراكية، كان أغلبية ليبرالية باش تكون دولة ليبرالية، كان الأغلبية شيوعية باش تكون دولة شيوعية، كان الأغلبية إسلامية. تنشوفوا الشقة. بالتالي يعتقدوا المفكرين في القانون خاصة القانون الدستوري والمؤرخين أن مصطلح الدولة المدنية معناها بيت معروف بالمقاوم للدولة الدينية، وهو مبني على العلمانية. والعلمانية تعني فصل الدين عن الحياة. بالتالي ثم حساسية بالنسبة للمنطقة العربية والمنطقة الإسلامية. حاول بعضهم أنهم لتصدير مفهوم الدولة المدنية إلى العالم الإسلامي والعالم العربي أنه يجملوها باش يخدعوا المسلمين على أنها الدولة المدنية تعني دولة مؤسسات يتساوى فيها الناس أمام القانون دون ميز بين، ردوا بالكم بالكدا انتبهوا هنا، بين العرق والدين واللون، وأنها دولة الحرية. يعني هنا ردوا بالكم أن الدولة المدنية
لا تقوم على أساس الدين. شدوا هذه من بعد تو نفهموا شنو الواحد، ولا على أساس اللغة. ما تنجمش تكون دولة عربية دولة قومية. ومع تطور الوضع في المنطقة العربية اللي يتميز بثلاثة سمات بارزة جدا، وهي باش تحدد طبيعة المرحلة القادمة، القرن القادم والسنوات القادمة. هي بروز صحوة إسلامية قوية وراديكالية ومجاهدة، وكانت وراء الربيع العربي، كانت سبب ونتيجة للربيع العربي، وأفرزت كل ثورات الربيع العربي أن أغلبية إسلامية بدون استثناء. انهيار القوى الأمريكية اللي قامت بعدة حروب وانهارت اقتصاديا وانهارت اجتماعيا وانهارت سياسيا، وأصبح دورها المستقبلي ممكن يكون دور ثانوي أمام خاصة أمام الصين. والمجهود الاستباقي حتى لا يقفز الإسلاميون للسلطة، لابد من إيجاد حل ذكي وسلس لإدخال الإسلاميين في اللعبة السياسية دون أن يكون لهم تأثير استراتيجي على الخريطة السياسية، خاصة إذا حشرنا الكيان الصهيوني، لأن السياسة الأمريكية كلها دور حول حماية المشروع الصهيوني في المنطقة. وتذكروا الكل قضية شرق الأوسط الجديد إلى غير ذلك، والتحالف جنوب وشمال البحر الأبيض المتوسط وغيرها من المعاني اللي تفيد أنه ثم خوف من الإسلاميين. لابد من تريض الإسلاميين وتقسيمهم. فدخلت أمريكا على الخط وحاولت كيفاش أن تقنع الأطراف الفاعلة خاصة المثقفة منها بقبول الدولة المدنية ذات المرجعية الإسلامية كبديل استراتيجي على الدولة الإسلامية. وكانت هذه الدعوة هذه لقات قبول خاصة عند الإخوان وعند الإسلاميين اللي خذوا ثقافة غربية بصفة عامة، واللي عاشوا في الغرب واللي عاشوا حرمان، واللي كانوا يتصوروا أنه ربما هذه تكون مرحلة، ربما يكون هذا مدخل، وهي في الآخر احنا حسب تقييمنا هي عملية انتحارية. أنه يعترف الإسلاميون بأنهم يقبلون العمل السياسي مقابل رفضهم أن تقوم الدولة على أساس ديني أو عرقي أو لغوي، وهذه صميم العلمانية. معناها يجدوا أرواحهم إسلاميين من وضع ناقد للمشروع الغربي وللدولة العلمانية وللهيمنة الأمريكية وللسرطان الصهيوني في المنطقة اللي مسيطر عليهم، مسيطر على الاقتصاد ومسيطر على رجال الأعمال العرب والخليجيين وغيرهم، يلقوا أرواحهم يتبنوا في المشروع العلماني من حيث لا يعلمون. وأكبر دليل على هذا هو أن بعد قناة الجزيرة في مصر، واللي معروف الهدف الرئيسي نتاعها هو محاولة إقناع الأخوان المسلمين بهذه المغالطة. لكن احنا هذا الكل كلام عام. ايش معناه؟ عم دخلوا الإسلاميين الواحد ووصلوا للسلطة. نعم توصل السلطة، والعلمانية شو اسمها الدولة المدنية اللي قلنا أساسها أن القوة الفاعلة واللي عندها أغلبية هي اللي باش تكون صاحبة المشروع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والسياسي وغيره.
إلا أنه عندما يوصل الإسلاميون للسلطة تولي القاعدة ذيك مغلوطة، يولي أن المدنية تعني فيما تعني أنه ما يكونش الدولة الإسلامية وما يكونش المشروع الإسلامي وما يكونش مصدر التشريع هو الإسلام. قلنا أغلبية، علاش ما تكونش دولة إسلامية؟ وربما تدفعنا السؤال الثاني، هو أن النهضة لماذا تنازلت عن حقها في دولة إسلامية وهي تشكل أغلبية مع الأطراف التي تحالفت عنها والتي كانت هي وراء نجاحها في الانتخابات وصولها، لكن النتيجة ذيك اللي ما كانش منتظرة تماما. هذا من ناحية. لكن الأهم بالنسبة لنا احنا هو يا خويا هاي دولة علمانية ومرجعية إسلامية وشنو تحبوا؟ مزايدات. عملت حلقة نقاش في شارع بورقيبة أمس الأحد، كلمني واحد قال لي والله مزايدات. كان مش مزايدات، احنا قنعنا الناس أنه مش مزايدات، لأن هالعملية دي استراتيجية باش تكون عندها نتائج كارثية على الأمة الإسلامية وعلى الشعب التونسي وعلى المسلمين، لأن احنا شاركنا في الثورة، كنا من بين 200 يخرجوا من ساحة محمد علي، أنا كنت من بين 200 يخرجوا من ساحة محمد علي، خرجت في سبيل الله، ما خرجتش للدولة العلمانية. كي جاء الدولة العلمانية ما نقدمش نفسي، أنا وقت اللي نخرج من داري نخرج من الدار نتوضأ لأني أحسب نفسي أني ما نرجعش، أني مشروع شهادة. مشروع شهادة مش هو باش تقوم دولة علمانية. احنا تكوينا بنارها الدولة المدنية. أنا بالنسبة لي الدولة علمانية، الدولة المدنية تساوي دولة علمانية، لأنه نظريا هذا مثبت وما يطلبش دراسات وذلك الكل يعرفوه. واحنا ذقنا المنافي وذقنا السجون وذقنا استشهاد اخويانا وجرحى وناس مرضى وناس تشردت الى غير ذلك من اجل الاسلام مش من اجل الدولة العلمانية. وشفنا كيفاش دولة علمانية في كل وقت تنجم تكشر على انيابها، خاصة اذا خذينا بعين الاعتبار وجود محكمة دستورية. غدوة باش يقع زواج مسلمة بغير مسلم، قلت الدين ما دخلوش، حكم صح انت صح على ثقة على ان الدين اسلام واللغة عربية. شكون يقول الدين مش اسلام؟ تبرا يقولوها سيدي حطوا في الدستور دين مش اسلام وحطوا اللغة العربية مش حاجة اخرى. الدين الاسلامي راهو جاء للحياة وللعبادة وللمعاملات واحد، واللغة العربية ما جاتش راهي باش نكلموا بها بعضنا الواحد وكل شيء، جات للعلوم وجات للتقدم وجات للتطور، وهذا ما حصلش في تونس. احنا نقول انه اخطار كثيرة. غدوة يجي يا جماعة اعتقني يقول لك نحبوا الزواج المثلي، وغدوة راجل مع مرته يجي يفز الصباح يلقاها ما عادتش امرأة ولا راجل، وغدوة يجي يقول لك نمنع حزب ديني. ماكم موافق جماعة النهضة خيالنا موافقين على دولة مدنية، وهذيك هي الدولة المدنية لا يمكن أن تقوم على أساس ديني. الدين الإسلامي دكور، الدين الإسلامي أنا تصلي والدولة لا به. غدوة يجي يمنع لك اللحية، يمنع اللباس، يمنع الخمار، يمنع النقاب، يمنع تدريس التربية الإسلامية، يمنع الإسلام، يمنع يسكر. احنا رانا تكوينا بالنظام المدني، بالتالي نقولوا لخيالنا في النهضة رانا شركاء في الوطن، ورانا نحملوكم مسؤولية هالقرار الخطير اللي باش تاخذوه. إذا هالناس هذوما صادقين
قالوا في التلفزيون نشوف فيهم، قالوا رانا احنا اذا باش نحطوا دين الاسلام واللغه العربيه رانا باش نتهكموا، رانا نقصدوا بها دوله اسلاميه. اذا كنتوا صادقين فعلا واذا كنتوا احرار توانسه احرار عنها صريحه عن الدوله الاسلاميه، لان في تونس لا يمكن الا الدوله الاسلاميه باش توفر الحريه والعدل والديمقراطيه والتنميه والرفاه والعيش الكريم والقضاء على البطاله الى غير ذلك، لان الدوله الاسلاميه وحدها هي كافله باش توفر هالوحده الوطنيه، هالوحده بين التوانسه. التوانسه راهو يجمعنا حب الله، يجمعنا حب الرسول، يجمعنا حب القران، يجمعنا قيم الاسلام، تجمعنا الاخوه، تجمعنا رانا مشنا مجرد مواطنين. نحب نعاودها، رانا شركاء في الثوره وفي الثروه وفي القرار. وديما نقول ان القران يهدي للتي هي اقوم، وننبه خيالنا المره العاشره يا خيالنا في النهضه، يا خيالنا الاسلاميين الموجودين في المجلس التاسيسي، مهما اختلفت معاكم وانا نختلف معاكم في كل شيء، نقول لكم رانا نحملوكم مسؤوليه. راكم هنا باش تقوموا بخطا استراتيجي خطير لا يمكن معالجته الا بعد 50 ولا 60 سنه. راهي الدوله المدنيه هذه راهي باش تنقلب في المعطيات الجيوسياسيه الموجوده، باش تنتقل كيما وقع في 7 من نوفمبر وكيما وقع في عهد بورقيبه الى ديكتاتوريه جديده. ورانا احنا قدمنا الغالي والنفيس من اجل القضاء على الديكتاتوريه وعلى الفساد وعلى الاستبداد، وما نقبلش باقل من دوله اسلاميه في تونس. وراهو تنجموا توافقوا عليها تو، اما رانا نبقوا نناضلوا ونطالبوا شعبنا ونطالبوا جماهيرنا بالوقوف ضد هالمشروع هذا، وراهو كل واحد يتحمل مسؤوليته التاريخيه. انا بينت لكم اللي مشروع الدوله العلمانيه راهو مشروع امريكي صهيوني امبريالي، الهدف نتاعو هو الالتفاف على الاسلام. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.